السلام عليكم أصدقائي المشاهدين أينما كنتم. أرحب بكم في هذا الحوار الشيق على يوم الرابع من بطولة العرب هناك في قطر. طبعا الكلام سيكون عن مباراة فلسطين وتونس، وكذلك على مباراة قطر وسوريا. طبعا الحديث كان في الجولة الأولى عندما فازت فلسطين وفازت سوريا. الكل قال وجميعنا قلنا بأن هذه كانت مفاجأة أن تخسر قطر من فلسطين، وأن تخسر تونس من سوريا. طبعا الكل قال بأنها مفاجآت، ولكن اليوم تبين العكس. تبين أن الانتصارات التي جرت في الجولة الأولى لم تكن صدفة ولم تكن مفاجأة، بل كانت على عمل وعلى اجتهاد وعلى يقين بالوصول إلى هذه النتائج. طبعا مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الفلسطيني، طبعا شاهدنا المباراة وشاهدتم الأداء في الشوط الأول وحتى في المباراة كل. طبعا بدأها المنتخب التونسي متفوقا بهدف، ثم سجل هدف ثاني، ولكن العزيمة والروح والاجتهاد والرغبة في البقاء وفي الوصول من المنتخب الفلسطيني أتت بأكل وفير للمنتخب الفلسطيني، الذي ربما وضع تقريبا القدم الأول في الدور الثاني إلى جانب المنتخب السوري، مع العلم أن الفريقين سيلتقيان في المباراة الثالثة، وبالتالي التعادل يخول لهم الوصول إلى الدور الثاني كلا الفريقين. وبالتالي المنتخب التونسي كان غائبا في المباراة الأولى، واليوم رغم أنه تقدم في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، ولكن لم يستطيع الحفاظ على توازن وعلى النتيجة، وبالتالي اصطدم بفريق مجتهد، فريق فدائي كما يقال على الفلسطينيين، وبالطبع فريق يستحق الوصول والذهاب بعيد في هذه المنافسة. من جهة أخرى المنتخب السوري الذي أحرج منظم البطولة وبطل آسيا العنابي القطري، الذي خسر المباراة الأولى أمام فلسطين، واليوم وجد صعوبة رغم أنه كان متقدم على المنتخب السوري، ولكن ما استطاع أن يحافظ على التفوق والانتصار، وبالتالي حظوظه إلى جانب المنتخب التونسي أصبحت قليلة جدا في التواجد في الدور الثاني. هذه هي كرة القدم. شاهدنا مباراة جميلة بين الفريقين. الفريق الذي اجتهد نال النصيب، والفريق الذي لم يحضر باجتهاد وبكفاءات عالية، فبالتالي